الاياب نتاع الدور الربع نهائي دوري ابطال اوروبا تشامبيونز ليغ غادي يشهد واحد الماتشات اللي هما حارين، واحد الماتشات اللي غادي تكون فيهم واحد المنافسه عاليه، واحد الماتشات اللي غادي يكشفوا على النصف نهائي دوري ابطال اوروبا. كنت درت واحد التوقع في هذا الفيديو هذا وقلت بانه ريال مدريد هو المرشح اللي غيتوج بالتشامبيونز ليغ بدوري ابطال اوروبا هذا العام هذا في هذه النسخه هذه. ولكن انا دابا كنسحب هذا الكلام هذا ديالي وما كنظنش بانه ريال مدريد غيمشي بعيد في المنافسه. فكنشوف بانه ريال مدريد الماتش الجاي اللي غيكون في اليانز ارينا ضد بايرن ميونخ غيكون هو الماتش التالي ديالو في الشامبيونز ليغ في هذا العام هذا. ريال مدريد ماشي واحد الفريق اللي هو ضعيف، ريال مدريد عنده واحد الشخصيه، ولكن كاينين شي حوايج اللي كيخليو بانه البوتنسيال نتاع ريال مدريد ما يبانش البوتنسيال كامل، ما تبانش الامكانيه نتاع ريال مدريد كامله. ريال مدريد دابا ماشي ما كتوفرش على واحد النجوم، واحد اللاعبين اللي قادرين انهم يصنعوا الفارق، وانما كاينين شي حوايج اللي كيخليو ان الفريق ما تبانش الشخصيه ديالو في المباريات بحال هاد. وبالاضافه لهذا الشيء كاينين واحد جوج اصابات اللي كنشوف بانهم مؤثرين، ولكن الاصابات راه على كل شيء، الاصابات ماشي غير على ريال مدريد، حتى البارسا عندها اصابات، عندها رافينيا وعندها بعض الاصابات وحدين اخرين. حتى من ناحيه المدرب، فالمدرب كنشوف بانه ماشي داك المدرب اللي عنده داك النضج الكامل، لانه باش تكون واحد المدرب اللي ناجح كيخص يتوفروا فيك واحد الحوايج باش عاد كتسمى مدرب ناجح. المدرب اللي كيكون عنده غير مع التكتيك، عنده غير مع المباراه، فما غاديش نقدروا نقولوا بانه مدرب ناجح. المدرب الناجح هو المدرب اللي كيكون ملم باي حاجه عندها علاقه بالفريق، ماشي غير التكتيك. المدرب الناجح كيكون عنده تكتيك، كتكون عنده خطه، ولكن في نفس الوقت كيكون كيعرف يتعامل مع اللاعبين، كيكون عارف كيفاش يتعامل مع المباراه على حسب واش هو رابح في المباراه ولا خاسر. فريال مدريد خسرات ب2-1 في البرنابيو، فكنظن بانه في اليانز ارينا بايرن ميونخ ما غاديش تتعاطق مع ريال مدريد وهي اللي غادي تفوز على ريال مدريد، وبالتالي هي اللي غادي تأهل لنصف نهائي تشامبيونز ليغ. لو كانت ريال مدريد بشكل اخر من غير هذا اللي هي عليه حاليا، كنت غنقول بانه ريال مدريد غادي تقدر دير واحد الريمونتادا في الاليانز ارينا وغادي تفوق وغادي تفوز على بايرن ميونخ. ولكن ريال مدريد بالشكل اللي كتظهر به دابا حاليا فكنشوف بانه صعيب باش انه دير واحد الريمونتادا. اما فيما يخص الماتش نتاع الارسنال وسبورتينغ لشبونه، فكنشوف بانه الارسنال الماتش نتاعها ساهل وهي اللي غادي تدوز للنصف نهائي دوري ابطال اوروبا. ونفس الشيء بالنسبه للماتش نتاع باريس سان جيرمان وليفربول، فكنشوف بانه باريس سان جيرمان هي اللي غادي تدوز، ونادي باريس سان جيرمان حتى هذا العام هو المرشح الاول بالتتويج بدوري ابطال اوروبا. فنادي باريس سان جيرمان عنده مدرب، المدرب اللي قلت بانه فيه مواصفات المدرب الناجح، لانه هذا المدرب هذا ما كيعرفش يتعامل غير مع المباراه، كيعرف يتعامل مع المباراه، مع اللاعبين، مع اجواء المباراه، واش خاسر ولا رابح، مع بزاف ديال الحوايج اللي كيشكلوا النجاح نتاع الفريق. فانا كنشوف بانه باريس سان جيرمان هذا العام هذا غادي تكون في الفينال، وكنشوف بانه باريس سان جيرمان غادي تكون مع برشلونه في نهائي تشامبيونز ليغ، وغيكون واحد النهائي حارق، واحد النهائي لا مثيل له. باريس سان جيرمان اللي ياما دازوا عليها مدربين وخداو معها القاب، خداو معها ليغ 1 مرات عديده، ولكن ما قدروش انهم يتوجوا بالتشامبيونز ليغ دوري ابطال اوروبا. وجا هذا المدرب هذا اللي هو لويس انريكي وقدر انه يتوج بدوري ابطال اوروبا النسخه اللي فاتت، وهذه النسخه هذه كيف ما قلت فهو المرشح الاول باش انه يتوج بدوري ابطال اوروبا. والمرشح الثاني كنشوف بانه برشلونه من بعد ما غادي دير واحد ريمونتادا على اتلتيكو مدريد غادي تكون هي المرشح الثاني، والمرشح الثالث غيكون هو بايرن ميونخ. فلويس انريكي عرف كيفاش انه يتعامل مع الفريق، وعرف كيفاش انه يتعامل مع اللاعبين ويخرج اقصى ما عندهم ويخرج البوتنسيال الكامل اللي كاين عند اللاعبين. فكنشوف بانه باريس سان جيرمان واحد الفريق اللي منظم، واحد الفريق اللي قوي، واحد الفريق اللي قادر انه يتوج بهذه النسخه من دوري ابطال اوروبا. اما فيما يخص الماتش نتاع برشلونه واتلتيكو مدريد في اياب دوري ابطال اوروبا، فكنشوف بانه غادي يكون واحد الماتش حارق ما بين الفريقين، لانه اتلتيكو مدريد ربحات في الذهاب ب2-0 في الكامب نو، ولكن هذا الشيء هذا ما كيعنيش بانه الماتش الجاي اللي غادي يكون في ملعب متروبوليتانو نتاع اتلتيكو مدريد ما كيعنيش بانه اتلتيكو مدريد غادي تفلت
من يد برشلونه. فبرشلونه ياما ربحات ريال مدريد وربحات اتلتيكو مدريد ب4-0، فكنشوف بانه غتكون واحد ريمونتادا خطيره نتاع برشلونه، لانه برشلونه ما غاديش تعاتق مع اتلتيكو مدريد، لانه العام اللي فات خسرت مع الانتر. فكنشوف بانه هذا العام ما غاديش تبصرط ليها وما غاديش تخلي انه هاد الفرصه تمنع من بين يديها. ولكن في المقابل المدرب ديغو سيميوني كيشوف بانه هذا الماتش هذا هو ماتش نتاع الانتقام، لانه شحال من مره برشلونه قصات اتلتيكو مدريد، وبرشلونه هذا العام صافي تقريبا حسمات الدوري، حسمات لا ليغا. دونك فكنشوف بانه هذا الماتش هذا غيكون ماتش نتاع الانتقام، والامتياز كاين عند اتلتيكو مدريد، لانه كيف ما قلت ربحات ب2-0 في الذهاب. ولكن هذا الشيء هذا ما كيعنيش بانه البارسا هي اللي غادي تقصى واتلتيكو مدريد هي اللي غادي تدوز. فهذا الماتش هذا انا كنشوف وكنرشح بانه برشلونه هي اللي غادي دير واحد الريمونتادا، وهي اللي غادي تدوز للنصف نهائي دوري ابطال اوروبا. الماتش راه بدا قبل ما يصفر الحكم نتاع المباراه. بدايه المباراه اللاعبين كل واحد كيمرر واحد الاستفزازات، ففليك ما غاديش يبغي يفلت هذه الفرصه هذه، وما غاديش يبغي انه يخسر في هذا الماتش هذا نتاع الاياب ضد اتلتيكو مدريد. وفي نفس الوقت ديغو سيميوني كيشوف بانه هذه المباراه هذه هي المباراه نتاع العمر، هذه المباراه هي المفصليه، وهذه المباراه اللي خاصو يربح باش يبين بانه اتلتيكو مدريد حتى هو واحد النادي اللي هو كبير، اللي قادر انه يمشي بعيد في دوري ابطال اوروبا.